أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 4 من شهر آب أغسطس الجاري قانون حماية وإدارة أملاك الغائب، والذي أثار موجة انتقادات في أوساط النشطاء والحقوقيين وردود فعل رافضة من قبل المغتربين الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى مغادرة البلاد، وأيضا من قبل ذويهم المتواجدين في مناطق شمال وشرق سوريا. القانون ألغي تنفيذه أمس بقرار صادر عن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ونص البيان: قرر المجلس العام في الإدارة الذاتية وقف تنفيذ قانون حماية وإدارة أملاك الغائب نظرا لما أثاره من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط القانونية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا. وقال المجلس العام في قراره الذي أصدره أمس الأربعاء إنه سيتم إعادة النظر في القانون وصياغته من جديد بما يتناسب مع حقوق أبناء وشعوب المنطقة. للوقوف على جوانب هذا القرار نستضيف عبر الهاتف الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية السيدة سهام قريو. أهلا بك سيدة سهام، ضيفة عبر أثير راديو بوير اف ام. ألو. شكرا لكم، وشكرا للإذاعة. شكرا لك سيدة سهام. أعلنتم عن إيقاف تنفيذ قانون حماية وإدارة أملاك الغائب. أهم النقاشات والآراء التي دفعتكم لوقف تنفيذ القانون؟ طبعا نحن قررنا تجميد القانون لحين إعادة النظر في هذا القانون وصياغته. طبعا نحن نزولا عن إرادة الشعب، ونحن نعتبر نفسنا صوت الشعب، ونظرا لما أثاره هذا القانون تم تجميده لحين إعادة النظر فيه. حتى أيضا هذا القرار لاقى صدى إعلامي، ناس مؤيدة وناس معارضة. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما أراه أنا مهما فعلت ومهما حققت من نجاحات وانتصارات راح تلاقي نقد. كون هذه الإدارة توجه لها حرب خاصة من أحد الجهات معينة، هذه الحرب تعمل لإفشال هذه الإدارة. فلذلك نرى الانتقادات مهما قمنا به، لكننا نعتبر أنفسنا من الشعب وإلى الشعب. نظامنا هو نظام كومينالي يبدأ بالحارة. نحن نسمع حتى لشكاوي الكومين، هذه الشكاوي التي تصل عبر المجالس التشريعية بالإدارات الذاتية. والمجلس العام هو إدارة، والقانون كان قد عرض على المجلس العام وصوت عليه، وأيضا بجلسة أخرى سيتم تعديل هذا القانون أو النظر فيه وإعادة صياغته. سيدة سهام، كيف يتم إصدار قانون ويتم توقيفه بقرار؟ نحن جمدنا القانون ولم نوقفه. القرار هذا تم تجميده، لا يعمل به. كون الفقرة الأخيرة من القانون كانت تقول يبدأ بالعمل به من تاريخ إصدار القانون. فنحن جمدنا القانون حاليا لإعادة دراسته وصياغته وإعادة عرضه على المجلس العام الذي مشكل من 70 عضو من 7 إدارات. كيف تعلل؟ لا يجوز. تفضلي. لا يجوز. شو؟ كيف تعللون مجابهة القانون بهذا الكم من الانتقادات في أوساط النشطاء الحقوقيين وكذلك المغتربين وذويهم؟
والله أنا لست قانونية. مهم. أنا رئيسة مشتركة. الإدارة الذاتية ونظامها معروف، رئيسة مشتركة أمثل المكون السريان. مهم. لكن بالأمور القانونية يمكن ما فيني أناقش بصراحة، مهم. أحكيها وعلى الملأ. لكن نحن القانون وردنا من المجلس التنفيذي مهم. وعرض على أعضاء المجلس وصوت عليه. وأيضا البارحة تم نقاشه مع الهيئة الرئاسية بالمجلس التنفيذي، ونتيجة نقاشات لمدة 3 أيام تم إصدار هذا القرار. وايضا جانا نقد على القرار، مهم. يعني النقد، القرار لا يوقف القانون، لكن كانه شعبنا لا يتمهل. يعني في اجراءات لازم تتم بالمستقبل حتى يا اما القانون يتوقف نتيجه انه نحن ما بدنا شعبنا يكون مرتاح، نحن بدنا شعبنا يكون مرتاح، مهم. أو أنه يتعدل. هذا الموضوع ليس بيدي وليس بيد الرئاسة المشتركة، هو بيد ممثلين المجلس العام. نعم، يعتبر هذا القانون الثالث والذي تصدره الإدارة الذاتية بشأن حماية أملاك الغائبين. ألم يكن الأحرى بالإدارة الذاتية التريث أكثر وأخذ المآخذ التي أخذت على القوانين السابقة بعين الاعتبار؟ زميلة أو رفيقة، القانون هو لحماية وإدارة أملاك الغائب. مهم. يعني اللي موجود بالإدارة ويعمل بالإدارة يعلم ماذا يحصل على الأرض، والذين جالسين في المغترب والمحامين الذين هم محامين للمغتربين كانوا ضد هذا القانون. و يعني القانون هو للحماية وليس للمضرة. يعني كثير من العقارات احتلت من أناس، وكثير من العقارات في المرحلة اللي كان فيها داعش نعلم ماذا حصل، يعني إذا ما في هل داعي لديكم للشرح. هل لديكم ملفات وشكاوي من قبل مواطني شمال وشرق سوريا حول سلب أو حجز ممتلكاتهم؟ شو كما ما تقولين، فهمت؟ هل لديكم ملفات وشكاوي من قبل مواطني حقا شمال وشرق سوريا حول سلب أو حجز طبعا ممتلكاتهم؟ طبعا لدينا شكاوي أيضا من المغتربين، مهم. وهم يطالبون بحماية أملاكهم. مهم. كثيرين من الذين من المغتربين منهم من اعترض ومنهم من يريد تطبيق هذا القانون. مهم. نحن يعني بصراحة جئنا على رغبة المغتربين الموجودين في الخارج لحماية أملاكهم. مهم. هل هناك إحصائيات رسمية بأملاك الغائبين وبقضايا الاستيلاء على أملاك المغتربين من أبناء مناطق وشمال شرق سوريا؟ الإحصائيات ليست لدى المجلس العام مهم. وليست عمل المجلس العام. المجلس العام يعرض عليه مشروع قانون ويطرح ليس على الأعضاء، إما يصوت على القانون أو بعض البنود لا يصوت عليها وبعضها يصوت عليها، ونعمل تعديل في القوانين التي تعرض علينا. مهم. هل حددتم مدة زمنية لإصدار قانون جديد لحماية وصيانة أملاك الغائبين؟ الخطوط العريضة للقانون الجديد ما هي؟ يعني هذا العمل يلزمه زمن ووقت. يعني مهم. البارحة ظهرا انتهينا من النقاشات وأصدرنا القرار. يعني إصدار هكذا قانون يلزمه دراسة ويلزمه وقت أيضا. وفق الحقوقيين قد يكون بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، لا أدري. يعني الموضوع سيتم نقاشه من حقوقيين وقانونيين، وليس أنا من أقرر بهذا الموضوع. نعم، وفق الحقوقيين القانون خالف بنود العقد الاجتماعي الذي يصون حق المواطن في الملكية الخاصة، وأيضا يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كيف تردون بشأن ذلك؟ أنا قلت لك رفيقة ماني قانونية، بس أنا راح أقول لك شغلة. يعني هذا القانون نحن إدارتنا وفكرها
لا تخالف حقوق الإنسان، ونحن مع حقوق الإنسان، ولا نضع يدنا على ملك أي شخص إلا برضاته. يعني نحن لا نضع يدنا عليه، نحن نتواصل مع صاحب العقار، والقانون مطبق بالجزيرة منذ 2015، وحتى الآن لم تضع الإدارة الذاتية يدها على ولا عقار. يتم التواصل مع صاحب العقار، إن يرغب باستثماره يتم تأجيره أو استثماره، وإن لم يرغب لا نقوم بهذا العمل. انتقادات طالت المادة الأولى. الإعلام يا صديقتي تفضلي. يا رفيقتي، تفضلي. الإعلام دوما يعمل حرب خاصة. فنحن حتى الآن يعني إذا بدنا نسمع لقنوات التواصل الاجتماعي والفيسبوك والكلام والتعليقات، لكننا جلسنا في منازلنا. يعني نحن نخدم المجتمع وحققنا الأمان والاستقرار، وحتى اليوم نحارب. انتقادات طالت المادة الأولى من القانون التي عرفت الغائب من خلال حمله الجنسية السورية، وقالت بأن المادة تؤكد على أن مناطق الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من الجمهورية السورية. ماذا يعني ذلك؟ هل هو توافق مع القوانين والتشريعات السورية؟ نحن أغلب قوانيننا نأخذها من القانون السوري. يعني أرجع أعيد رفيقة، يا ريت تتصلي بالرئيس المشترك القانوني اللي معي وتسأليه الأمور القانونية. تمام. إذن في لقاء لنا مع المحامي خالد عمر عضو اتحاد المحاميين فرع قامشلو، قال اتحاد المحاميين لم يشارك في سن هذا القانون وحتى لم يتم استشارته. لديكم اتحاد للمحاميين، كان بإمكانكم طلب الاستشارة أو تشكيل فريق مختص بشأن القانون. ردكم بشأن هذا الأمر؟ إذا حضرتك لم تكن قانونية إذن أو حقوقية، هناك اتحاد للمحاميين، كان بإمكانكم طلب الاستشارة أو تشكيل فريق مختص بشأن القانون. ردكم يعني بهذا الشأن؟ يعني صديقتي اتحاد المحاميين في منهم من يتضرر في بعض المحامين، فهم من كانوا شنوا أيضا حملة. يعني أنا شفت بعض المحامين المشاركين بالإدارة كمان هن كانوا معارضين لها القانون، كون مصالح كثيرة ستضرب نتيجة كون اللجنة اللي راح تتشكل كانت راح تكون هي الوكيلة على العقارات. فأنا لست بصدد نقاش اتحاد المحامين، والموضوع ليس مطلوب من الرئاسة المشتركة للمجلس العام مناقشة القانون مع اتحاد المحامين أو لا. هذا الموضوع ليس متعلق بالمجلس العام. القانون جاء للمجلس العام وطرح، أنا ذكرتها مرتين وهي ثالث مرة. المجلس العام لا يصوغ القوانين ولا يضع القوانين، القوانين تعرض عليه وتطرح على أعضاء المجلس العام 70. ختاما أتقدم بالشكر لك الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية السيدة سهام قريو، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. نهاية الفقرة الحوارية، إلى اللقاء.